عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاركم سعيد إن شاء الله مبارك. اليوم بندير الشبتية، فحبيت إني نصورها لكم بالتفصيل كيف درتها، لأني المرة اللي فاتت نزلتها لكن ما صورتش الطريقة. بسم الله نتوكل على الله. أول حاجة عندي هنا المعدنوس غسلته وقرطته، وعندي الشبت، هي أساسياتها معدنوس وشبت، ما يديرولهاش كزبر، معدنوس وشبت. علاش اسمها شبتية؟ لأن فيها الشبت، أساسها الشبت. تمام. زدتها طرف ليا يعني من عندي، قرطتها هيك دقيق حياتي بنة حلوة. وبالنسبة للتوابل نتاعها درت كشيك ونص من طماطم معجونة، نص أنا نكيرها بالكشيك الصغير، نص كشيك صغير، فلفل أحمر، بزار، تابل تونسي، جلزبيل، فلفل أكحل وحرارات وفلفل مجروش وتومة وملح. هذا هو التوابل نتاعها الأساسيات. والبصل درت بصل قردير رقيق. تمام. هذه هي الخلطة كلها. تمام. بالنسبة للسميد أنا كيلت بالكوب المعياري، نص الكوب. تو بنشوفها كان خذا مني نص الكوب، وكلها حنقولكم خذا مني، كان ما هذا قلت هيك بنكيل باش نظبطوا قداش تاخذ منها. أنا بالنسبة لي كميتي شوية. طبعا بالنسبه للدحي والسميد ماهوش شرط انه نصه دحيه، لا، انت على حسب كميتك. تو انا كميتي شويه حتاخذ مني دحيه واحده، والسميد انا قلت لكم كيلت نص الكوب. حنشوف هل ياخذ كله ولا لا، مرات ما ياخذش كله، مرات ياخذ كله، مرات نزيد ومرات لا. لكن انت ما تحكميش روحك بالقانون هو، لا، انت وحسب الخلطه نتاعك. يعني على هذا، على الدحيه وعلى نص الكوب راه على ربطه معدنوس وربطه شبت، درت ربطه، ما درتش اكثر من هيك، حزمه من هادم، ما درتش اكثر من هيك. والبصل درت راسين صغيرات قررتهم رقيق. انت زدت الكميه بتزيد تضاعفي، انت على حسب كميتك. وطبعا الزيت حتى هو ما نكترش شويه، نحكي حوالي نقولوا نص طاسه صغيره، ما تكتريش هلبة. وتو نقول لكم كيف يجي القوام وكيف بتاعها، وكيف تعرفها ان نجحت معاك وتتوكلي على الله وطول بتديرها. انا بنبوخها طبعا زي المره اللي فاتت في الكسكاس جتني حلوه، وبنعتمدها الطريقه هذه اني ديما بنبوخها تجي خفيفه وقنينه. تمام. تو ان شاء الله نوريكم خطوه بخطوه باذن الله تعالى. طبعا هيك بعد اللي خلطتها الخلطه كيف تظبطها ان نجحت معاك، تاخذي هيك بيدك بشويه ها، تاخذي هيك بيدك وتبدي تكوري فيها حتى هيك بيدك ها، بشويه ها، هيك تخطي فيها هيك في ايدك. كانت تكورت معاك والتمت معاك هيك زي توا هيك ها، من غير ما اني نديرها بيدي الزوز، بيد واحده هيك تكورت معاك زي توا هيك، معناها مية معناها هيك نجحت. يعني ني نص الكوب السميد خدتها مني نص الكوب. لو هيك من كينا نص الكوب في المقدار هذا، في ربطة معدنوس وربطة شبت، هذه خدت مني دحية واحدة ونص الكوب معدنوس، آسفة، نص الكوب سميد. هذا هيك ها، معناها هيك نجحت معاك. تحطها تستفها في الكسكاس متاعك وتغطاها وتخليها تطيب على ريحتها، ما تاخدش وقت، حتى في الطياب ما تاخدش وقت، بسرعة. تو نشوفها نوريها لكم في النهايات بإذن الله.